مثل ما الزواج الدائم له شروط، الزواج المنقطع له شروط. وزواج حال الزواج الدائم ما يحق لك أن تستصغر أو تنتقص أو تسخر من هذا الزواج، لأنه زواج شرع. هل هذا قبيح؟ الجواب لا. مثل ما هذا زواج شرعه الله عز وجل، هذا زواج شرعه الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يصير يأمر بشيء غلط؟ الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله يشرع الزنا ثم يشيله؟ جواب لا. ليش؟ الآية المباركة تقول إن الله لا يأمر بالفحشاء. إذن ولا في حكم شرعي صدر من الله في خطأ. صحابة رسول الله سووه. جابر ابن عبد الله الأنصاري يقول كنا في عهد رسول الله نستمتع بالتمر أو بالقبضة من التمر والدقيق. البعض يطنز على الشيعة، زين شنو كان المهر اللي يدفع جابر بن عبد الله الأنصاري؟ قبضة من التمر، قبضة من الدقيق. فيذهب إلى المرأة المؤمنة الصحابية الجليلة وزواج حال الزواج الدائم، يعطيها القبضة من التمر ويتزوجها. من اللي يسويه؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجلاء. إذن تقدر تنتقص منهم؟ يمكن البعض خدعك، ما كان يقول لك هذه الروايات بالقبضة من التمر والدقيق اليوم، يعني يكون الزواج كم مدته؟ يوم واحد. تقدر تنتقص من الصحابة؟ إذن صحابة أجلاء، هذا الدين وصلنا من هالصحابة العظام رضوان الله عليهم، أمثال جابر بن عبد الله الأنصاري وغيره. وعلى عهد أبي بكر حتى نهى عنه عمر ابن مسعود، صحابي جليل، طلب من النبي في إحدى الغزوات، يقول احنا تعبانين ونسائنا مو معانا نستخصي، يجوز واحد يقطع آلة الشهوة منا. ثم قالت الرواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولمن نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، يقول رخص لنا نكاح المرأة بالثوب. المراد من الثوب يعني يكون المهر شنو؟ ملابس. إذن واحد يقدر يطنز على الشيعة إذا واحد يذكر المهر، تتزوجون المهر متعب كذي. زين هذا السؤال، هذا ما سواه الصحابة. أصل زواج المتعة موجود. إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولا يوجد حكم شرعي الله سبحانه وتعالى شرعه وهذا الحكم كان قبيح ثم غير الله سبحانه وتعالى. لمن نبي نعير بعضنا أو نتكلم على بعضنا، خلينا نقرأ أول. نقلوا الدين، أمثال جابر بن عبد الله الأنصاري من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هذا الفعل. واللي يتزوجهم صحابيات ولا غير صحابيات؟ خو صحابيات. وهذا كتب المسلمين جميعها تروي أمثال هذه الروايات.